حياكم الله. اليوم جاي نزور الاخ العزيز فيصل الحوسني، الناشر الاماراتي وناشط ايضا اعلامي. ها محمد؟ نعم بالسلامة. هو يعني تعرض لوعكة صحية. لوعكة صحية. نعم. الله يشافيه ويعافيه. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. ما تشوف شر ان شاء الله. مرحبا. الحمد لله على السلامة. ما تشوف شر. نورتوني. سلامات اخوي فيصل. الله يحفظكم والله. ما تشوف شر ماجور. ما تشوف الله شر. يشافيك ان شاء الله. احنا وصلناك من راس الخيمة ومقيوين نطمن على صحتك. الحمد لله رب العالمين. طمن الناس شو صحتك ان شاء الله. دعواتكم دعوات الناس ان شاء الله حالتي بترجع احسن عن قبل ان شاء الله. تستاهل السلامة. يتابعكم وهذا يدعي لنا اصح ان شاء الله. الله يرجع عافيتي اللي راح. يا رب ترجع ان شاء الله. الناشر الاماراتي اللي ما قصر مع الناس في كل اعلاناته من القوامي الى ما البديره. يقصر ان شاء الله، يعافيه ويشافيه. امين. نتمنى ان شاء الله ان تدعون لاخونا العزيز الناشر الاماراتي فيصل الحوسني ان شاء الله بالشفاء العاجل. ونحن اليوم يعني كل زملاء الاعلاميين، وانا انقل تحيات كل الاعلاميين لك. الله يعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله انك تكون بصحه وسلامه. الله يشافيك، ودعواتكم لاخونا في ايام الفضيله 10 الاواخر. ان شاء الله. شوفتك احمد ما تشوف شر. الاعلامي احمد واخوي محمد ابراهيم. احمد ابراهيم. محمد ابراهيم. وشوفت ابو مايد ترجع روحي، وانا اقول لكم يعطيكم العافيه وما قصرتوا، وانتم الربع اللي صدق تحطون على الجرح جرح. وعلى فكره يعني الله يحفظكم ان شاء الله. الود موجود ما بين ابناء الامارات، والتراحم موجود والحمد لله. يعني جيت الاخ محمد ابراهيم واحمد الحوسني وكل المستمعين وكل الاعلاميين يسلموا عليك، وانا انقل تحياتهم كلهم لك. الله يحفظك. الله يعطيك الصحه والعافيه. مستاهل السلامه وماجور ان شاء الله.